هل اقدر اخد كل البيانات بتاعتي واروح للChat GPT او الAI واقول له اعمل لي المحتوى اللي انا اخده منك كوبي بيست احطه على اللينكدين ولا لا؟ قول لنا بقى. المفاجاه ان مش هقول للاسف، هقول فعلا ان شات جي بي تي والاي اي بيجيب الحاجات دي كلها وبيسهل الحاجات دي جدا 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 وبيميزها جدا وبيخلي البروفايل يبان في نتائج البحث فعلا بشكل كمان بيديك الكيوردز، بيديك كيوردز، والهاشتاجز. ولكن مش هيميزك تبقى رقم واحد. دي النقطه. هيخليك في الافضل 100 مثلا حد مستخدم الكيوردز الصح للشغلانه دي، هيخليك في افضل 50 لو شغلانه المهتمين بيها اقل، هيخليك في الافضل لكن تبقى رقم واحد او اتنين. اعتمادك على الاي اي هيخليني انا كايمن لو انا بدور على شغلانه مثلا كونتنت رايتنج مثلا، هيخليني شبه اللي جنبي اللي كاتب نفس الكي ووردز اللي هتميزه كونتنت رايتنج، هيخلي اللي بعده وهكذا وهكذا. اللي بيميز بقى ايمن عن فلان لحتى لو استخدمنا الاي اي بنسبه 70%، في بعض بقى النقط الكريتيكال اللي هتميز بروفايل عن بروفايل بتاعتك انت، اللي هي بنسميها ايه؟ الستوري بتاعتك.